وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في مدينة أغادير في بماكوتا ماسانغا إيبيلي غامفولان من تحقيق فوزين على التوالي بهدفين مقابل لا شيء أمام تنزانيا وهدفين مقابل هدف أمام زامبيا في صدارة هذه المجموعة. لقد كتب هذا الجيل حقيقي إنجاز تاريخي من الصعب أن يتكرر، لذلك المسؤولية أصبحت أكبر على عاتق وليد الركراكي وهذا الجيل من اللاعبين اللي باتوا مطالبين ليس فقط تغييرات في قائمة مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي. كرة بالخط زياش اللمسة الأولى خطيرة وناحية تمريرة، يا إلهي أول كرة إبراهيم يحاول في الجهة اليمنى، فرصة متاحة لمصلحة أيوب، تمريرة الرد لكن التغطية زياش إلى دياز إبراهيم أمام صافي رجع اللاعب حلوة، اللقطة على اليمين تصل إلى أشرف حكيمي خطيرة لكن الدفاع تدخل أمام أيوب، تدخل في اللقطة. إلياس بن صغير تمويه مهارة مرور ومحاولة الله يا إلهي لوحة فنية جميلة لكنها عطية الله. تمريرات إلياس يحاول في اليسار بلمسة أمامية، أوناحي كبير بمهارة عالية بلمسة ساحرة بقذيفة في الشباك بكرة جميلة بالعمل الرائع. يبدو للجميع أنه سهل لكنه ليس كذلك على الإطلاق. إن سناب عز الدين في هذه الأثناء يؤكد تفوق الياسين، بون يحافظ على كرة بلمسة سريعة المرتدة إلياس على اليسار، محاولة مغربية، التحرك بجانب حكيمي، الكرة لأشرف زياش انتظار تمريرة لكن التغطية المهاجمين. هو ناحي إلياس حط كرة على اليسار، عطية الله يا إلهي، ترقب انتظار لمحاولة عن طريق القائد حكيم زياش وايضا ابراهيم دياز في هذه الوضعيه، ترقب بلمسه حكيمي قويه ولكنها في الدفاع وبعد ذلك الى زياش في هذه الوضعيه مع اشرف حكيمي. زياش حطها قويه في اتجاه المرمى لكنها صدمت وفرصه خطيره لكنها ضاعت على مرتين وثلاث وعادت وتسديده وكره الثاني للمغرب. نعم 20 دقيقة نشوف كرة حلوة بعد ذلك، هذه عادة لارتباك دفاعي واضح، أخطاء دفاعية قاتلة واستغلال بمثالية بتألق وبحس تهديف عالي للمدافع شادي رياليا في هذا اللقاء. سفيان حط على اليمين، حكيمي بلمسة لأيوب والثالث. يا ولد أي كرة وأي لعبة يا معلم، لمسة جميلة ياسين ينتظر والفرصة متاحة في هذه التسديدة خطيرة لكنها عالية وبعد ذلك مرة جانبية في الأخير إلى ضربة مرمى فيها شوية أوناحي كانت بعيدة على أيوب. نشوف مباراة في اتجاه واحد حتى الآن، كرة لمصلحة زياش يبحث عن كرة أخرى وبحث عن هدف رابع في هذه اللقطة. الكرة لأوناحي زياش عرضية تغطية دفاعية لمصلحة أوناحي زياش في الجهة اليمنى بينية حلوة الله مهاجم أيوب يصل إلى هدفه الثاني الكعبي في هذه المباراة بعد عمل كبير من عز الدين. انت وضميرك يا الثاني لمنتخب المغرب مع المدرب وليد الركراكي. شوط ثاني ينطلق إذا سيداتي وسادتي مثل ما توقعنا بدون تغييرات على مستوى تشكيلة المغرب في هذه المباراة. دكة البدلاء الليلة فيها منير محمدي، مهدي بن عبيد، الشيبي وسفيان. وهذه كرة بالخطأ يحصل عليها أنزونا بلمسة لغامولا، محاولة خطيرة لكن التغطية لا يمكن، خطأ وكرة لمصلحة أشرف حكيمي. زياش أيضا أمام الكرة لكن أظن أشرف تمرر كرة بعد ذلك أمامية حلوة
رأسية جميلة والكرة جميلة وهدف رائع للمنتخب. حراسة وتأمين من شادي رياض، نايف أقرب، والبقية كرة ومحاولة لمنتخب كونغو برازافيل في هذه الأثناء، لكن هناك جنود مجهودين يتألقون. لمسة ولسفيان رحيمي بتسديدة، الله 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 مروان رحيمي يا عيني رحيمي. سفيان الكبسة الأولى، الانطلاقة الأولى والنهاية رائعة واليسارية جميلة والكرة في الشباك. يعرف جيدا طريق الشباك، يعرف جيدا كيف يسجل الأهداف، يعرف كيف يحصل على الانتصار. سيكون خيار قادم، يدعو الله أن يوفقه في الدقائق القادمة من هذه المباراة. محاولة لمصلحة المنتخب المغربي لكن التغطية، تدخل أمام إلياس خباش، محاولة واندفاع هجومي في هذه الوضعية بينية وسفيان يوسف والسري مستحيلة. من يراهن؟ هل يكون السابع في هذه اللقطة؟ ننتظر. حكيمي حطها لكنها بعيدة من أشرف، بعيدة من أشرف في اللقطة الماضية، وبعد ذلك إلى تسديدة جميلة لكن الحارس يتألق. الله خباش، خباش كورة ولا أروع، جميلة للغاية، كان هدف رهيب لخباش.